والتطور الذي نعتقده، وهذه أحد الأمور التي تمنعنا من أن نعتقد أن القدماء كانوا أذكى منا. تربى حكيم على يد أهله الذين هم بالأصل من منطقة عصبة السلام، وحافظ على طريقة أهله الصوفية، وهو يعرف القصص التي انتقلت إليه من جيل إلى جيل، وما زالت أمور تتعلق بالمعرفة محفوظة. إن زملاء الباحثين تعلموا القول إن المصريين القدماء كانوا يضعون حبلا حول حجر يزن 60 طنا ويدفعونه بواسطة الحيوانات ويجرونه على عوارض خشبية. هذا ما يقولونه. قد لا نعرف أبدا كيف بنيت الأهرامات، ولكن يمكننا البدء ببناء فهمنا للثقافة التي عاشت في عصر ذهبي ومعرفة قيمتها. إن علم الآثار المصرية التقليدي يصر على أن الأهرامات بنيت على يد العبيد لإرضاء غرور الملوك. هل يتلائم هذا مع عمران مصر في العصر الذهبي؟ لم يكن هناك عبيد، كل العمال كانوا بنائين بمحض إرادتهم. لقد كانوا أشخاصا كفؤين من مهندسين وبنائين قطعوا الصخور واستخدموها، ولم يفعلوا ذلك في الأهرامات بل بجدران المعابد في أماكن عديدة. يمكنك أن ترى ذلك بوضوح. هناك أدلة في مختلف أنحاء مصر تدل على معرفتهم وتقنيتهم. أمر مذهل حصل عندما سقطت قطعة من الصخر من عتبة في معبد إبيدوس، وظهرت تحتها صور متناقضة تشبه طوافة وآليات أخرى متطورة. بدا وكأن هذه الصور كانت مخبأة في الماضي عندما كانت الأمور السياسية تتغير في مصر. حاليا يتم إبلاغ الأدلاء السياحيين بعدم ذكر هذه الأمور أمام السياح. والتفسير المصري هو أن هذه خطوط هيروغليفية فوق بعضها البعض تعود لملوك حكموا في فترات زمنية متباعدة، وهذا التفسير ما زال موضع جدال. شيء آخر مثير للجدل يبدو مستحيلا لعلماء الآثار المصرية هو الدليل المعروف باسم بطارية بغداد التي تولد شحنة كهربائية خفيفة. أشياء أخرى شبيهة وجدت في مصر لسنا متأكدين منها، لكن يظهر أن المصريين وثقوا هذه الأدلة أيضا. تمت إعادة تكوين هذه الأشياء وتبين أنها ولدت تيارا كهربائيا. أشياء تستحق الانتباه مثل زجاجة الضوء وجدت في إحدى المقابر في دندرة. لم يكن هناك ضوء طبيعي داخل هذه المقابر السفلية، ولا نرى آثارا لمصابيح أضيئت بالزيت فقط. الأضواء التي استخدمها القدماء للطاقة خاصة بهم. هل كان لدى المصريين مصادرهم الخاصة؟ عدا ذلك فقد كان على القدماء أن يقطعوا ويحركوا ويرفعوا كتلا صخرية تتحدى هندستنا العصرية. ماذا كان سرهم؟ نعتقد أن الصروح القديمة كانت تقام لأهداف دينية. ربما كانت وظيفة الأهرامات تختلف عما تصورناه سابقا. لقد حصلت تأويلات كثيرة حول الهدف الذي بنيت الأهرامات لأجله، ولكن الهدف الأكثر إقناعا هو أنها كانت مقابر. في الواقع الأمر معقد كثيرا،
عندما يتعلق بالهرم الأكبر، حيث يعتقد معظم الناس بمن فيهم علماء الآثار المصرية بأنه قبر الفرعون خوفو. إنها فكرة صبيانية للسبب التالي. أعني أن الأمر واضح، فنحن لا نجد موميات في الأهرامات، وبالطبع عدم وجود مومياء واحدة في الأهرامات لا يغير من اعتقاد الناس بأنها قبور. نعم، هناك شيء يعتقد أنه ناووس، وأن هناك صندوقا بداخله، وهو مجسم من الجرانيت الجميل، لكن هذا لا يثبت بشكل قاطع أنه استخدم كقبر، وربما استخدم لأغراض أخرى. هذا ما نعتقده. لم تبنى الأهرامات لتكون قبورا. هناك أهرامات بنيت بطرق مختلفة كهرم سقارة المتدرج الذي يمكن اعتباره قبرا. انظروا إلى الفرق الواضح في البناء بين الهرم المتدرج والهرم الأكبر. الفرق في طراز البناء يشير منطقيا إلى أنهما بنيا في حقبتين زمنيتين مختلفتين. إن المباني التي نعرفها كونها قبورا كالهرم المتدرج في سقارة والمصطبة المسطحة الموجودة أيضا في سقارة يختلفان عن الجوانب الملساء لأهرامات الجيزة ودهشور. ما هو نمطي في مصر هو أن الإنشاءات الأقدم بنيت من حجارات ضخمة، وأن الإنشاءات الأقل قدما بنيت من حجارات أصغر حجما. وما نعرفه فأن الآثار الأقدم هي أكثر عمقا، والآثار الحديثة تكون أقرب إلى مستوى سطح الأرض. كل القبور الأخرى التي عثر عليها كانت مزخرفة جيدا مع أسماء من تضمهم. إن داخل هذه الأهرامات لا يضم أي نوع من أنواع الزخرفة. لكن إذا توافقنا جميعا وقلنا إذا لم تكن قبورا فما هي؟ ما أهم المباني التي بناها الرجل الحديث على هذا الكوكب؟ إن أهم الإنشاءات وأروعها التي بنيناها هي السدود المائية الكهربائية. لماذا بذلت جهود جبارة لبناء هذه الإنشاءات؟ لأننا نعرف أننا سنحصل على مردود مادي قيم جدا بشكل كهرباء. بالمقارنة، أتساءل هل كان البناؤون القدماء مستعدين لاستثمار هذه الموارد الطائلة؟ حتى وإن كان عدد المستفيدين قليلا من أجل الحصول على مردود مادي يستحق ذلك العناء. يشعر الناس بالدهشة حيال المباني المصرية القديمة، وبعضهم يقول إن الطاقة موجودة في هذه المواقع. فهل من الممكن إثبات وجود هذه الطاقة بواسطة الوسائل العلمية؟ ما وجدناه خلال 20 عاما من الأبحاث هو أن الاختبارات التي أجريت أظهرت نوعا من الطاقة غير موجود في العلم الحالي وغير معروف أيضا، وقد أسميناها الطاقة الغامضة. إن هذا اتجاه جديد في النظر إلى المباني القديمة يدفعنا إلى القول بأن القدماء ربما فهموا كنه الطاقات الغامضة أو العميقة. إذن ربما تكون هذه تقنية كانت موجودة في المجتمعات القديمة، هذه المجتمعات التي بنت أشياء من الحجارة الضخمة. من المنطقي أن تجيش شعبا كاملا للاستثمار في تشييد هذه الصروح. لا أقصد أن هذا هو السبب الوحيد، ولكنني أعتقد أنه أحد الأسباب الأساسية لبناء هذه المباني. هي موجودة في كل مكان حول العالم، ومعها الكثير من المعلومات. لم نعتد التفكير بمباني الحجارة على أنها عالية التقنية. من الواضح أن أنواعا مختلفة من الحجارة ومن مصادر مختلفة قد استخدمت في بناء المباني المصرية. هل كان للخصائص المختلفة للصخور هدف معين؟ اكتشفت أمرا خارقا وأنا أنظر إلى مختلف المباني الضخمة في عدد من الأماكن المختلفة حول العالم كالأهرامات، ستونهنج وغيرها، وهو أن هذه المباني بنيت فوق طبيعة جيولوجية غير عادية، تحتوي على دفق يومي مركز كهرومغناطيسي كالذي يحصل في كل مكان على الأرض.
إذا ذهبت إلى إنجلترا مثلا، فإن خطوط لي التي تخترق إنجلترا كخط مايكل مثلا الذي يبلغ طوله مئات الكيلومترات يحمل تلك الطاقة على طول الخط، وهو يولد تيارات كهربائية في الأرض تسمى التيارات التلورية في المعنى الجيولوجي للكلمة، والتي تحصل في كل مكان على هذا الكوكب. نعرف أن هذه الطاقة الكاملة تمر في تلك الخطوط. هناك أنواع معينة من طبقات الأرض تزيد من حجم هذه التيارات عدة أضعاف، وفي هذه الأمكنة فضل البناؤون القدامى إنشاء أبنيتهم. حيث تتقاطع الخطوط، أي حيث يوجد أكثر من خط واحد، كانت تقام المعابد. هذه تدعى التقطعات الموصلة، والتي تبدو عالية التقنية، لكن نادرا ما تلتقي منطقة من الأرض تملك قدرة جيدة لإيصال الطاقة الكهربائية مع منطقة لديها قدرة أقل في إيصال التيارات الكهربائية الطبيعية. يملك الصينيون التقليد نفسه، وهم يسمونها خطوط التنين. كان أمرا غير قانوني دفن أحد من عامة الشعب على خط كهذا، لأن الملوك كانوا يدفنون هناك. كانت تبنى القصور، وهناك سلسلة من الأماكن المقدسة بنيت على خطوط كهذه. أريد أن أقول أمرا يتعلق بمواقع المعابد. هناك رموز تظهر على الأرض، وحين تظهر يحصل الناس على طاقة إيجابية من هذه الأماكن. تتدفق الطاقة من الأرض. يبدو الأمر وكأنهم يحاولون التحكم بدفق الطاقة واستخدامها لأغراضهم الخاصة. إن الساعات الأكثر أهمية هي لسوء الحظ ساعات ما قبل الفجر. إذا أردت دراسة هذه الأمور فعليك أن تستيقظ عند 3 فجرا وأن تصل إلى هنا بسرعة، لأن الطاقة التي تنبعث من هذه الأماكن تكون في ذروتها أثناء التغييرات التي تحصل في الحقول الجيومغناطيسية للأرض. تكون في ذروتها أثناء النهار وضعيفة أثناء الليل، وفي الساعات التي تسبق الفجر تستعيد خطوط الحقل المغناطيسي الضعيفة قوتها بسرعة. وفي الوقت الأكثر أهمية فيما يتعلق بتغيير القوة المغناطيسية خلال ساعة من الوقت، وهي اللحظة الأكثر أهمية من النهار. وكلما حصل تغيير في الحقل المغناطيسي فهذا يولد طاقة كهربائية، وأي شيء يكون موجودا في ذاك المكان يكون موصلا للكهرباء. إنه مبدأ فيزيائي بسيط يعرف باسم نقل الطاقة الكهربائية من جسم إلى آخر، وهو مبدأ كوني. عادة وفي الحياة اليومية لا نرى تركيزا كبيرا لهذه الطاقة، فهي تظهر عادة على قمم الجبال أو في المواقع المقدسة، فأنت تشعر بهدوء ونوع من السلام أحيانا. يذكر الناس أنهم اختبروا أمورا غامضة في أماكن كهذه، وينظرون إلى أبعاد أخرى وأزمنة أخرى. عرف الصينيون هذا الأمر وأطلقوا عليه اسم تشي، والهندوس يسمونه في نصوصهم القديمة برانا، وأتباع اليوغا يحافظون عليه منذ زمن بعيد، وهو يؤثر في نواح عديدة. الكهرباء والمغناطيس لهما تأثير كبير، وهما قادران على تعديل كل قوانين الفيزياء الأخرى. عندما ننظر إلى كيفية اختيار وبناء شيء كالأهرامات مثلا، يزداد الشك بأنهم كانوا يفهمون هذه الأمور أكثر منا، وكانوا يستخدمونها في هندستهم. صمم البناؤون القدماء هذه المباني وبنوها بطريقة يزداد فيها التركيز على هذه الطاقات، ومن المؤكد أنهم كانوا يعرفون ماذا يفعلون. لم نعتد التفكير بمباني الحجارة على أنها عالية التقنية. من الواضح أن أنواعا مختلفة من الحجارة ومن مصادر مختلفة قد استخدمت في بناء المباني المصرية. هل كان للخصائص المختلفة للصخور هدف معين؟
ما يذهلني هو أن قلب الأهرامات على الأقل في الجيزة بني من نوع واحد من الحجارة الكلسية القريبة من الأهرامات، لكنه يبدو من النوع المسمى دولوميت لأنه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والحديد، وهذا النوع من الحجارة ناقل جيد للكهرباء. ثم اختاروا تلبيس الأهرام بحجارة التورا التي منحتها لونا أبيض، ولكنها لا تحتوي على مغنيسيوم على الإطلاق، وبالتالي فهي غير ناقلة للكهرباء، وهي أقرب إلى كربونات الكالسيوم النقي، وهذه خصائص الحجارة الكلسية. إن كربونات الكالسيوم النقي ناقلة للكهرباء بنسبة أقل من حجر الدولوميت الكلسي. من المثير أن هذه الحجارة الخارجية قطعت بدقة متناهية لدرجة أنها بعد آلاف السنين لا يمكنك أن تمرر شفرة حلاقة فيما بينها. ما لدينا هنا هو داخل ناقل للكهرباء، وإن الأهرامات مغلفة بشكل جيد بمادة عازلة فعالة. ولماذا الجرانيت في الممرات؟ بالطبع أنا أفكر من وجهتي نظر كهربائية وفيزيائية. هل هناك شيء مميز في الجرانيت؟ نعم، الجرانيت مادة مشعة نسبيا، ويستطيع أن يشحن جزئيات الهواء بالكهرباء. يطلق في الهواء غاز الرادون المشع. الجرانيت حجر متفاعل، وهو حجر حي وليس ميتا. إذا كانت لدينا هذه القنوات المقفلة والمرصوفة بالجرانيت، فأنا أتساءل إذا لم يكن الهدف منها هو الاحتفاظ بالشحنة الكهربائية داخل هذه القنوات. لقد بنيت تماما كسلك عازل أو ما شابه، لأن لديك الشحنة في الأرض والتي تنتشر عبر القاعدة وتتركز صعودا إلى مكان صغير عند القمة. نجد أوجه شبه عديدة في المباني المختلفة في الجيزة، في معبد الوادي، وفي المعبد في أبيدوس، وآخر في الخارج في إنجلترا في ستون هنج. المواد نفسها استخدمت بالطريقة نفسها والتقنية نفسها، لكن البناء هنا أقيم بجانب الماء لأنه يوجد مجرى ماء، وهو ضخم جدا وما زال يعمل والماء تجري فيه. في مصر لدينا حالة مشابهة لإنجلترا، بمعنى أنه توجد حجارة قابلة لامتصاص الماء تحت مبان كهذه، أي أنه توجد طبقة من الصخور تحت الأرض تسمح للماء باختراقها، والمياه تتدفق عبر هذه الصخور عندما تهطل الأمطار أو عندما يحصل فيضان للأنهار أو البحيرات. من المعروف أن حركة المياه عبر الحجارة الكلسية تولد شحنات كهربائية من خلال آليتين مختلفتين، كل منهما تحفز الأخرى. أنا شخصيا أخذت قياسات في سيلبري هيل في إنجلترا قبل وبعد العاصفة الرعدية مثلا. عندما كانت المياه تتسرب إلى جوف الأرض، لاحظنا ازديادا في قوة الحقل المغناطيسي. في مصر لديك النيل الذي يتدفق ويفيض كل سنة، وحركة المياه هذه صعودا ونزولا عبر طبقات الحجارة الكلسية تولد شحنة كهربائية. إن تدفق الماء يولد شحنة كهربائية متوسطة، والتي تعني تيارا كهربائيا وبالتالي حقلا مغناطيسيا. إذا أردت أن تعطي شحنة كهربائية لأي شيء يرتفع عن الأرض قليلا، فأنت بحاجة على الأقل لمياه جارية. في تيواناكو على ضفاف بحيرة تيتيكاكا في المكسيك، إن أضخم مبنى هناك هو هرم أكابايا، وقد بني هذا الهرم بشكل مدرجات لكي تنزل المياه بشكل شلالات تتفاعل داخل وخارج الهرم. لكن هذا النوع من تساقط المياه يولد شحنة كهربائية كافية. من الاختبارات الفيزيائية المدرسية الأكثر شيوعا، في جرن الجلي في منزلك، إذا استطعت أن تقسم تيار المياه الخارجة من صنبور إلى تيارين منفصلين،
وبواسطة مؤشر ضوء LED تضعه بين التيارين المائيين. يمكنك أن ترى أن هناك شحنة كهربائية كافية بين التيارين بحيث يضيء المؤشر كل 20 ثانية. إذن السؤال هو: هل وصلت بعض الطبقات الكلسية إلى تحت منبسط الجيزة؟ والجواب هو نعم. لقد تحركت في جوف الأرض إلى أن وصلت تحت المكان الذي تقع عليه الأهرامات. والفكرة هي أن ارتفاع وانخفاض منسوب النيل يولد تيارا كهربائيا جوفيا يتحرك عبر الطبقات الكلسية المختلفة. عندما ينخفض منسوب المياه، عندها يحين دور الهواء المشحون كهربائيا داخل قنوات الجرانيت ويساعد في إبقاء التيار موجودا. أتساءل ما إذا كانت القنوات المشحونة كهربائيا لم تكن تعمل بطريقة مماثلة لعمل بطارية السيارة عندما يضيء ضوء المكابح. عادة فإن بطارية السيارة لا تستهلك أثناء السير لأن مولد التيار يؤمن كل الكهرباء، ولكن عندما تقف السيارة ويضعف المولد، حينها يحين دور البطارية في تأمين التيار كي لا يتوقف محرك السيارة عن الدوران. إذن لديك هذا التركيز في الشحنة السلبية الآتية من الأرض إلى فوهة أو قمة الهرم، وتركيز الشحنة الإيجابية فوق الأرض. وإذا أصبحت هاتان الشحنتان قويتين لدرجة كافية، فسينتج عن ذلك ضوء كضوء المصباح. إنها نظرية. لما لا توجد جداريات داخل الهرم الأكبر؟ لا زخرفة، لا شيء على الإطلاق. الآن بعض الخبراء يقولون إن الأهرامات كانت مصدرا للطاقة، وبالتالي أعزو هذا إلى واقع أنك لا ترغب في أن تضع زينة داخل الفرن. كنت أتكلم إلى امرأة أمضت بعض الوقت في الهرم الأكبر، وإليك ما قالت: شعرت كأنني داخل آلة. قالت: الأمر ليس كذلك، إنه معبد رائع، لكنني شعرت بحركة عملية. في الواقع لقد كان تعليقها صحيحا نوعا ما. قالت: شعرت وكأنني لا أريد أن أكون هنا عندما تبدأ هذه الآلة بالعمل. تعمل الطاقة الخفية المبهمة طوال الوقت، والعلم يستطيع قياسها. لاحظنا أن عددا كبيرا من الناس أرونا صورا لمواقع ضخمة، وكانت الصور تحتوي على كرات من الضوء. إن كرات الضوء غالبا ما يعتقدها المرء غبارا أو جزئيات في الهواء، ولكن هذا لا يغير الواقع، لأنها تحصل غالبا في أماكن مميزة وفي أوقات مميزة. في تيكال عند قمة الهرم الأكثر طاقة، التقطنا صورا مستخدمين ضوء الكاميرا خلال 8 ساعات من 3 فجرا حتى 11 صباحا على الأهرام التي كانت خالية من الطاقة الكهربائية. تلك الأهرام التي بنيت في فترة زمنية قريبة. التقطنا صورا، وعندما حصلنا على الصور لم نجد كرات ضوئية متوهجة، لكن على الأهرامات الأكثر قدما حصلنا على النتائج التي توقعناها. كان الهرم أقدم ب1200 عام من الهرم المزخرف، وفي تلك الحالة حصلنا على صور التقطناها بكاميراتنا المزودة بالضوء العادي. كانت الصور مذهلة، فقد ظهرت تلك الكرات الضوئية عندما كان الهواء محملا بأعلى نسبة من الشحنات الكهربائية، أي في أقوى يوم كنت فيه هناك. سجلت شحنة كهربائية أعلى من تلك التي سجلتها أثناء العاصفة الرعدية في بريطانيا. نحن لا نعرف أي نوع من كرات الضوء هي، لكن تقديرنا الشخصي يقول إنها كرات جزئيات من الهواء المشحون كهربائيا، والتي تتماسك لفترة أطول. تحليل مشابه سيقول بأن الكرة المضيئة تتكون عندما تكون الجزئيات المشحونة مشحونة لدرجة كافية تجعلها تتوهج. دلائل أخرى تشير إلى أن الطاقة تحصل بشكل طبيعي على كافة أنحاء الأرض، والتي يعرفها العلم لكنه يجهل ماهيتها. أراد نيكولا تسلا أن يؤمن الطاقة الكهربائية اللاسلكية مجانا للعالم كله. اكتشف أن الكهرباء تتولد بشكل طبيعي من خلال طبيعة الأرض والجو.
وأن التيارات البلورية في الأرض التي ناقشها جون يورك بأن الكهرباء موجودة في الجو الأيوني والجو العادي المشحونين من الشمس، كما أنه أوجد طرقا لتحفيز هذه الطاقات. من علم تسلا الحصول على طاقة الكهرباء تلك؟ فهو لم يخترعها لأنها موجودة، لكنه عرف كيف يستخدمها، وليس هذا فقط، بل لم يستغل الأمر كما فعل إديسون. أراد تسلا تحفيز الطاقة الطبيعية الموجودة في كل مكان على الأرض وجعلها مجانية لكل الناس، لكن إديسون كان متلهفا لإنتاج وتوزيع الكهرباء من خلال خلق مؤسسة حصرية للربح فقط. أصبح غنيا وحصل الناس على الضوء في منازلهم، لكن نيكولا تسلا هو من فكر في استخدام تلك الطاقة. بين عامي 1901 و 1917 بني برج تسلا على جزيرة لونغ آيلاند، نظام بث لاسلكي للهاتف والإشارات الكهربائية. المثير في الأمر أنه بني فوق محتوى مائي مع أنفاق وممرات تحته. في تلك الفترة قلائل هم الذين فهموا كيف يعمل. رفضت شركة جي بي مورغان اقتراح تسلا، لأنه أراد أن تكون الكهرباء اللاسلكية مجانية، وبالتالي لا يمكن للشركة أن تجني أرباحا، برغم أن الجميع قدر عبقرية تسلا، إلا أنه قد أدخل طي النسيان. إن الطاقة الطبيعية القادرة على خلق طاقة كهربائية لاسلكية كانت وما زالت موجودة على كوكبنا اليوم. إنها ليست الطاقة الوحيدة على كوكبنا، فهناك الكثير من الطاقات، والأنهار تزخر بالطاقة، التسونامي طاقة، الذبذبات طاقة. إذا كان لدينا كهرباء اليوم فهي تستند إلى طاقة الانفجار. إن طاقة الصوت تستند إلى تقنية تختلف عن طاقة الانفجار، وهي معروفة باسم طاقة الابتلاع. هذه الطاقة ليست نوعا من الطاقة التي نملكها والتي تلوث وتترك دخانا، إنها بالكامل طاقة إيجابية. الطاقة المستخدمة اليوم مولدة من الاحتراق، وهي طاقة ناتجة عن انفجار بارد وتسبب التلوث. إن نظامنا على الكوكب كله يستند إلى الطاقة المتفجرة، أي النفط والغاز، وهي باهظة جدا. بالمقابل فإن طاقة الابتلاع أو الانبجاس كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح هي نظيفة ومتجددة، فبدأنا نلاحظ أننا بحاجة لطاقة متجددة وتدوم. إن طاقة الانبجاس بسيطة جدا، كل ما نحتاجه هو دفق من نور الشمس على مياه جارية، ليست جارية في خط مستقيم، وإنما في خط متعرج، كما هي الأنفاق. إن كل الأنفاق متعرجة، وقد بنيت كذلك لهذا السبب. بالإضافة إلى المحتوى المائي الكلسي تحت الأهرامات، فهناك شبكة من الأنفاق صنعها الإنسان. عندما كنت صبيا كنت أعيش في منزلي، وهو يبعد بضع مئات من الأمتار عن أنف ما يسمى أبو الهول تاغنوتي. كانت تلك ساحتي التي ألعب فيها. أنا أعرف هذه الأنفاق، وقد مشيت وسبحت فيها وتدحرجت فيها، وأعرف أنها إحدى الوسائل لتوليد الطاقة، وهذه الطاقة لا تكلف شيئا. كل ما تحتاجه هو دفق من نور الشمس ليصل إلى المياه الجارية داخل هذا النفق، ويمكنك أن ترى عددا من الفوهات فوق نفق يسمح لنور الشمس بالدخول. الطاقة موجودة. الطاقة موجودة ليس فقط لتشغيل السيارات، بل لتشغيل البشر أيضا وإطعامهم. إذا كانت حقول الأهرامات لعصبة السلام وشبكة الأنفاق تحت الأرض ما زالت موجودة،
فلما لا تستخدم لتوليد الطاقة كما اعتاد المصريون أن يفعلوا؟ في الحالة التي هي الأهرامات فيها الآن، أي معراة من الغلاف الأملس الخارجي، فسوف تسرب الهواء المشحون بالكهرباء تماما كما تتسرب الحرارة من مبرد السيارة، وهو مصمم خصوصا لعدم السماح بتسرب الهواء المشحون. ولكنك ما زلت تحصل على تقارير من أشخاص مثل سيمنز الذي كان أحد رواد الكهرباء، وأعتقد أن هناك وحدة مقاومة كهربائية تحمل اسمه تسمى سيمنز، كان على قمة الهرم الأكبر في العام 1880، وبدأ يلاحظ أنه عندما وقف الدليل العربي وفتح أصابعه بدأ يسمع رنينا، وعندما أقفلها توقف الرنين، فوقف وشعر بالكهرباء الموجودة في الجو في هذا المكان، واستطاع أن يصنع ما يسمى بوعاء ليدن، وهي من الأمور التي كانت تستخدم في الماضي لحفظ شحنة كهربائية صنعها بواسطة قنينة نبيذ. فتحها وبلل بعض الصحف ولف القنينة بالصحف المبللة ورفع القنينة فوق رأسه إلى أن بدأت الشرارات تصدر منها. وفي تلك اللحظة اتهمه الأدلاء العرب الذين معه بالشعوذة، وحصل عراك فيما بينهم، وصادف أن لمس أحد الأدلاء قنينة النبيذ التي كانت مشحونة بالكهرباء فرمته أرضا وفقد وعيه، وبعد أن استفاق نزلوا من على الهرم. لكن كان هناك عالم يعرف الكهرباء جيدا بأشكالها الطبيعية والدقيقة، وقد كانت موجودة برغم الحالة السيئة التي يعاني منها الهرم اليوم. إذا أتيت إلى المتحف المصري ستجد هناك أسطوانة شيست التي عثر عليها الدكتور والتر إمري، وهو يقول أو يعتقد أنها كانت إناء لزهرة اللوتس. لا، إن أسطوانة شيست عثر عليها في غرفة دفن الموتى في سقارة التي لا يسمح لأحد بزيارتها. أشياء أخرى وجدت في الغرفة، وهي حبال عادية وخزفيات وحبوب تظهر الأسطوانة تقنية متطورة بالطريقة التي صنعت بها، وتبدو خارجة عن المألوف مقارنة مع الأشياء الأخرى التي يعثر عليها في القبور. هل هي دليل أصلي أم من المحتمل أنها قطعت رحلة طويلة على مدى عدة آلاف من السنين لتستقر في هذا المكان؟ انظروا إلى هذا الأنبوب الحجري الفارغ، يبدو وكأن أسطوانة شيست يمكن أن تدخله. لقد تطلب الأمر أدوات متطورة لنحت هذا الأنبوب بدقة، فكيف فعلوا ذلك؟ لقص الحجر هذه عملية قص صوتية، ولم تكن أداة معدنية كالإزميل البرونزي. لا، حصل ذلك بواسطة أقسى حجر موجود على سطح الأرض، ألا وهو الألماس. هناك قطع من الحجارة مبعثرة في المكان ذات أشكال مجوفة، ويظهر أثر الآلات عليها. إن دليل وجود التقنية العالية موجود أمامنا. انظروا مجددا إلى قطع الصوان هذه، إلى جانب أشكالها المذهلة والفريدة، فهل لوجودها سبب آخر؟ اليوم يستخدم الصوان قاعدة لكل أنواع التقنيات الحديثة، وهو مستخدم في الآلات التي تصدر ذبذبات. تستخدم التقنية الذبذبات المتموجة من جزئية بلور الصوان التي تتموج بسرعات معينة مع كل ذبذبة خاصة لكل آلة. راديو AM FM، الأقراص المدمجة، الDVD، الحاسوب والإنترنت تعتمد على بلور الصوان. هل من الممكن أن يكون القدماء قد استخدموا هذه التقنية وعلى نطاق واسع بطريقة بدأنا للتو بتخيلها؟ بالطبع لا يمكننا الجزم بذلك، لكن استنادا إلى ما رأيناه يمكننا طرح نظريات. إن الطاقة يمكن توليدها والتلاعب بها بطرق عدة. إن هدم الحياة لحضارة ما، وبالتالي فهي مصدر مهم جدا. في مصر يوجد 67 مبنى على طول نهر النيل، إنها كالأشرعة،
وبالنسبة للذين يملكون عينا ثاقبة فهم يستطيعون أن يدركوا من شكل هذه المباني إذا رأوها من زاويتها أنها بنيت لتوليد الطاقة. إنها نبتة طاقة. هذا ما لدينا. هناك نظرية تذهلني طوال الوقت، هي أن هدف هذه المباني هو الارتقاء الروحي لحضارة كاملة. بعبارة أخرى، فهي توفر وتنشر مستوى عاليا من الطاقة التي يحتاج إليها الناس في العصور التي سوف تلي. أعتقد أن الأهرامات ومباني أخرى بنيت لكي تكون بديلا عن أضواء الشارع. إذا كنت في حي ربما ليس من أفضل الأحياء وهبط الظلام أثناء وجودك، فأنت ترغب في وجود ضوء ينير طريقك. هذا بالضبط ما بقي الهرم الأكبر لأجله. إنها ليست أضواء تنير لكي يعرف الناس إلى أين هم ذاهبون، بل إنها آلة ومولد للبث والإرسال عبر التركيبة الكونية، وحقل يرفع الإنسانية كلها. ربما بنيت الأهرامات بمعنى أو بآخر لكي تقاوم الانهيار. لنسميها مخزنا روحيا مصمما لتخزين الطاقة الروحية النفسية والعاطفية المطلوبة كي tمنع البشر من أن يصبحوا برابرة من وقت لآخر. كانت لدينا القدرة كي نرفع الإنسانية لفترة من الزمن من خلال استخدام النظام، ولكن ما رأيناه هو انطفاء أضواء الشارع. لقد فقدت المعرفة الأصلية، ولاحقا بناها البناؤون بدافع الكبرياء. لم تعد مباني للملك، ولم تعد محركات تساعد في إطعام شعبه. لقد سببت الكوارث حول العالم الضرر لهذه المباني وألغت وظيفتها تماما كتوقف محطة لتوليد الطاقة. أتساءل إذا كان الأشخاص القلائل الذين عرفوا سر ترابط الطاقة مع الأهرامات قد ماتوا، وإذا كانت سلسلة رفيعة بين معالج وتلميذه مثلا، وإذا مات الأشخاص غير الملائمين في وقت ملائم، فإن السلسلة تنقطع وتضيع تلك المعرفة. طالما نفكر بأننا أكثر تطورا من ذي قبل، فنحن ما زلنا عميانا فيما يتعلق بالتقنية التي تعتمد على الطاقات المبهمة. ليس من المنطق أن تنكر ما تراه وتلمسه بيديك الاثنتين. كل هذا تطلب نوعا من الطاقات، التقنيات، وما زالت لدينا التقنية، لكن لا أحد يريد الإصغاء.